ياه، ده انا فرحان وسعيد سعاده يا احمد. ايه، احمد ابن الضابط قاعد معانا في البيت ياكل ويشرب وينام؟ دي امك كانت مدهمله علينا عيشتنا. كانت ايام سودة. وهي بيضت وبقت سلطاني، على راي الغنوه، يا ليله بيضه يا نهار سلطاني. مصر قلبت موازين الدنيا كلها. ايوه يا سيدي، حبيبك جمال. بس بيني وبينك يا واد يا احمد، انا كنت قلقان قوي وخايف من نتيجه المعركه دي. امال فين بس يابا امجادك اللي عمال بيحكي لي عليه عم صالح؟ يا واد يا احمد، ده اللي على البر شاطر، والنفر مننا ما يحسش بالخطر الا اذا كان ليه عزيز فيه، وانت كنت عزيز في الخطر. هو احنا حالتنا غيره يا احمد؟ ده انا كان نفسي اكون في المواجهه وشايل سلاح زي غيري. شوف بقى الكلام. بس عاوز اقول لك حاجه، اللي واجه في المعركه دي الناس، واللي انتصروا برضه هم الناس. فضونا بقى من الكلام ده، اهي شده وعدت يا اخوي. ادخل يا ابو احمد بقى في الموضوع على طول. موضوع ايه؟ امك يا سيدي عاوز اتجوزها. وده وقت جواز برضه ياما؟ وده وقت جواز؟ رد عليه يا مدبول. يا ابني الجواز بدري كويس ما دام مقدور عليه. وهي يا اخويا صباح وحشه؟ صباح مين؟ ايه البت اللي خطبتها لك؟ وكمان خطبتها لي؟ يا ابني احنا بنتكلم عن صباح بنت الاستاذ صالح، والمثل بيقول اتجوز بنت ما تتجوزت بيت. صباح بنت عم صالح. بصوا، هي صباح كويسه وعم صالح حبيبي، بس جواز دلوقتي لا، ما ينفعش. ده انا لسه في اول طريق، بقول يا هادي ملازم تاني يا ناس. عمك صالح هيكلم الريس علشان يرقيك. عم صالح؟ طب اسال ابويا يقول لك. الريس جمال لا يمكن يعمل حاجه زي دي ابدا، ولا انا اقبلها على روحي. وبعدين انا تبع اللواء عبد الحكيم، واي حاجه في الجيش تبعه هو وبس. الريس فوق الكل وسي صالح صاحبه. بس سياده اللواء عبد الحكيم هو العمده، عمده الناس كلها في الجيش. ايه عمده دي؟ بقول ايه، انا ورايا شغل بكره. سياده العقيد شمس طالب مني اجهز لوفد مسافر سوريا، واحتمال اسافر معاه. سوريا؟ طب ليه؟ مشروع ايزنهاور، ما اكيد عم صالح حكالك عليه. ما هي امريكا خلاص الملعب فضي قدامها بعد ما اتدفنت كل الوحوش القديمه. وشغالين على سوريا جامد قوي يابا. لسه متصل بجمال الصبح، قال لي انه هيريح